السلام عليكم أحبابي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم موضوع قريب لقلبي، وغادي يهضر على واحد الحاجة اللي بزاف منا كنغفلوا عليها. كيفاش نعرفوا راسنا مزيان ونتعلموا نحبوا ذاتنا. ايه، راسك يستاهل الحب والرعاية، ولكن واش سبق ليك وقفتي مع راسك وسولتي شنو محتاجة بصح؟ في هذا الفيديو غادي نهضروا على خطوات بسيطة ولكن فعالة باش نبداو نتصالحوا مع راسنا، نعرفوا شكون حنا ونتعلموا نحبوا ذاتنا كيف ما حنا. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو وحداو معايا راسكم، راكم غادي تكتشفوا حاجات مهمة. اول حاجة خاصك تعترفي براسك، توقفي تتقربي من ذاتك وتبداي تعرفيها. سيري قدام المراية، شوفي عينيك وسوليهم شكون انتي، شنو اللي مفرحك وشنو اللي مقلقك. راك تستاهلي تجاوبي على هاد الأسئلة باش تولي واعية براسك مزيان. تاني حاجة، ما تبقايش تقارني راسك بالناس، كل واحد وقصته وانتي عندك قصة فريدة. المقارنة كتهرس الثقة وكتخليك تحسي بالنقص، ولكن في الحقيقة انتي كافية كيما انتي. ثالث حاجة، خدي وقت مع راسك، ماشي ضروري كل دقيقة تكوني مع الناس. خرجي وحدك، ديري نشاط كيفرحك، سافري ولو غير بوحدك، كتبي أفكارك وتنفسي. رابع حاجة، بدلي الهضرة اللي كتقوليها لراسك. ايوا دا ما تقولي ما نقدرش، قولي غادي نحاول. بدلي انا ماشي مزيانة بانا كنخدم على راسي وبغيت نكون حسن. واخيرا سامحي راسك، راك انسانة كتغلط، كتتعلم وكتكبري. الحب الحقيقي كيبدا من الداخل، من الصلح مع الذات، من التسامح معها ومن الاهتمام بها. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم. كنتمنى من قلبي تكونوا لقيتوا فيه طاقة زوينة وإلهام باش تبداو رحلة حب الذات ومعرفة النفس. ما تنساوش انتي مهمة، انتي تستاهلي، ونفسك عندها قيمة كبيرة. إلا عجبك الفيديو ما تنسايش ديري لايك، ابوني وبارطاجيه مع الناس اللي كتحماقي عليهم، وكتبي لي في الكومنتيرات شنو اكتر حاجة لمساتك اليوم وشنو ناوية تديري من بعد. نشوفكم في فيديو جديد، دمتم بخير وبحب كبير لذاتكم.